السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم غادي نحضروا فيها خبيز ديال الساندويتش او ديال خبيز ديال البرجر اللي كيجي خفيف وكيجي بحال القطن من الداخل. غادي نحضروه بلا زبده وبلا حليب وغادي يجي اسفنجي، كيجي مهوي وكيجي رائع. تبعوا الفيديو حتى الاخير، ما تنساونيش من لايك الفيديو واجوا معايا تشوفوا هاد لي ساندويتش كيفاش كيتحضروا. اول حاجه غادي نبداو بالعجينه اللي غادي نحتاجو. في الدقيق 500 غرام ما يعادل 5 الكيسان ديال العنبه. غادي ندير لهم الملح بطبيعه الحال، وانا غندير معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، خميره يابسه او فوريه، ومعلقه كبيره ديال السنيده. وغادي نزيد عليهم ربع كاس ديال الزيت نباتيه، تقدروا تعوضوها بزيت الزيتون الا بغيتو. وهنا غادي نديرو 2 حبات ديال البيض، بيضه غادي نديروها كامله، والبيضه الثانيه غادي نحتفظوا بالاصفر للدهن بحال هكا. غادي نخليوه على جنب حتى الاخير باش ندهنوا به الخبيز. وغادي نخلطوا جيدا هاد المقادير وغادي نجمعوا بالماء. هنا غادي ندير كاس ديال العنبه ديال الماء دافي، كاس غادي نخويه كامل وغادي نبقى نخلط، وغادي نزيد غادي نزيد لان هنا خصها تبقاو عينكم ميزانكم مع الماء. هنا زدت انا نص كاس ديال العنبه، كفاني نص كاس في هاد الكميه ديال الدقيق. انا دابا عطيتها لكم المقادير مضبوطه. كاس ونص ديال العنبه ديال الماء دافي جمعت ليا العجينه خصها تكون رطبه في اليدين، كتلصق واحد شويه في اليدين. هنا غادي ندلكها انا واحد شويه، ضروري تدلكوها واحد شويه. كل ما تدلك كل ما جا الخبيز ديالنا خفيف. وملي غادي ندلكوها هكا واحد شويه صافي غادي نرجعوها للبول وغادي نغطي عليها وغادي نخليها حتى كتختمر كيتضاعف الحجم ديالها وغادي نرجع معكم. وهنا بعد ما خمرات ليا العجينه دابا غادي نشكلوها. هنا غادي نحاولوا نخرجوا من هذاك الهواء. هانتوما العجينه كيفاش كتولي كتزيد تدلك ما شاء الله، كتولي واحد العجينه رطبه. صافي هنايا غادي نشكلوها مباشره. انا غادي نحاول نديرها واحد الكرات اللي يكونوا متساويين في الحجم، يعني حجم واحد. الا كان عندكم الميزان يكون افضل عبروهم، ما كانش ديروا عينكم ميزانكم. هانتوما هنايا شوفوا العجينه راها كتلصق لي في يديا. انا هنايا راه كندهن بواحد شويه، واحد النقيطه ديال الزيت كنديرها في يديا وكنخدم. هنا غادي نخدم انا غير بواحد النقيطه في يدي ديال الزيت، ما غنديرش الدقيق نهائيا. بعد ما شكلتها كرات، 10 ديال الكرات جاوني، عطاوني 10 ديال الكرات، خليتهم ارتاحوا واحد شويه. وهنا غادي نطلقوهم بهذه الطريقه. غادي نبسطوهم بحال هكا بيدينا ونبقاو نطويو بحال هكا ونجمعو دوك الجناب وكنطويو بحال هكا باش كيجيونا داك الميني كومير، كيجينا من الداخل بحال العجين ديال لاباط فيتي. بحال كنطويو العجينه ديال لاباط فيتي هكا كيجينا هاد الخبيز ديال الساندويتش. ضروري نديروا له هاد العمليه باش يجينا واحد الخبز اللي ناجح. صافي وهنا كيف شفتوا راني كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت وكنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكويورات اللي عندي هنايا كاملين بحال هكا. وملي كنطويو في الاخير كنقرصوهم بحال هكا بيدينا باش ما كيتحلوش لينا. هنا من بعد ما ساليتهم كاملين غادي نغطيهم بحال هكا بهاد السلوفان. غادي نحاول نغشي لهم الوجه ديالهم كاملين. ديروه بحال هكا، هاد البلاستيك او السلوفان افضل من المنديل باش الوجه ديالهم ما كيديرش لينا ديك القشره وكتبقى داك الوجه ديالهم ناعم كيبقى رطب. وهنا خليتهم حتى خمروا، زادوا خمروا، خليتهم تقريبا واحد ربع ساعه. هنا راهم دغيا دغيا طلعوا. وغادي ندهنوا لهم الوجه ديالهم بداك الصفر بيضه اللي احتفظت به. زدت له شويه ديال الحليب ونحاولوا ندهنوهم مزيان من الجناب جيدا. وغادي نزين لهم الوجه ديالهم بالزرارع. هنا درت جنجلان، درت بودور الشيا، ودرت هاد البودور ديال القرعه، الزريعه ديال القرعه. وزينوهم باللي بغيتو، اي زرارع متواجده عندكم زينوا بها. وهنا غادي ناخذوا واحد السكين او موس اللي تيكون حاد وغادي نشرطوا لهم بحال هكا الوجه ديالهم بحال هكا، كنفلحوه كنحلوه بحال هكا.
وفي هاد الأثناء راني مشعلة الفران كيسخن الفوق والتحت على نار مهيلة، كندخلو الخبيز ديالنا كيطيب، وملي غادي يطيب غادي نرجع معاكم. هنا من بعد ما طيبت الخبيز ديالي هانتوما شوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله، كيتحمر هكا كياخد هاد اللوين موحد، كيجي محمر بحال هكا كيف قلت لكم، غير يطيب على الخاطر ونار مهيله ومن الفوق ومن التحت. وهنا مباشره ملي خرجته من الفران درتو بحال هكا في هذا المنديل وغادي نغطي عليه وغادي نخليه كيبرد. وهنا غادي ندوزو نحضرو الكفته. غادي ناخدو مقله غادي نديرو فيها زويته. هنا غادي نحضرو البصيله اللي غنديرو مع الكفته، بهاد الطريقه راها كتجي رائعه. خديت هنا واحد الحبه ديال البصله اللي كبيره واحد شويه، شلطتها بحال هكا رقيق، ومن بعد ما درت بطبيعه الحال زويته في المقله. وغادي نزيد عليها في التوابل غندير الملحه، وغادي ندير الابزار، وغادي ندير تومه بودر. هذه هي التوابل اللي غندير في هاد التتبيله ديال الكفته. ما تزيدوا حتى حاجه، ما تزيدوا ما تنقصوا. الملح، الابزار، الثومه بودر عندك، وديروا التحميره او الكمون، راها ما كتواتاش نهائيا في هاد لي ساندويتش. ديروها التتبيله وشحروا البصيله ديالكم وخليوها بحال هكا حتى كتنزل مزيان وكطيب وكتحمر البصيله بحال هكا. ومن كنبغيو نطفيو على البصيله ديالنا كنزيدوها في الاخير الربيع بحال هكا وكنطفيو. هنا راه زدت الربيع وطفيت باش كيبقى ديك النسمه ديالو حاضره. صافي وخليت هاد البصيله حتى بردت مزيان. عاد غادي نزيدها على الكفيته. هنا عندي الكفته غنزيد عليها هاد البصله صافي وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. هذه هي التتبيله ديال الكفته. وراه هاد الكفته صدقوني راها كتجي رائعة، كتجي لذيذة. جربوها وقولوها لي في التعليق، قولوا لي كيفاش جاتكم. راها كتجي بنينة بنينة ما تشبعوش منها بهاد الطريقة. صافي هنا ملي خلطتها مزيان مع بعضياتهم البصلة مع ديك الكفتة غادي نشكلهم على هاد الشكل في الطول بحال الخبيزات اللي عندي انا اللي مطيبه على حسابهم وعلى الحجم ديالهم بحال هكا. وخليوها بحال هكا في السمك ديالها، حاولوا تخليوها غليظه ما ترقوهاش بزاف. غادي نكمل كفيته كامله بحال هكا بنفس الطريقه. وصافي هنا من بعد ما شكلتها كامله بحال هكا هنا مباشره غادي ندوزو نقليو الكفيته ديالنا. هنا المقله اللي درت فيها البصيله نيت ما غنديرش الزيت، راه هي اصلا فيها الزيت والكفته كتلوق ليدام. وغادي نقليو فيها هاد الكفيته ديالنا حتى هي تقلى على نار مهيله باش طيب لكم من الداخل وتجي طايبه. صافي وكنطيبوا الكفيته ديالنا وغادي نكملوها كامله بهاد الطريقه بحال هكا. صافي ومن كطيب كنحيدوها بحال هكا. وهنايا غادي نحضروا الصلصه اللي غنرافقوها مع هاد الساندويتش واللي مهمه وهي اللي كتعطيه تعليكه. غندير فيها هنا 2 معالق كبار ديال المايونيز، وغادي ندير معلقه صغيره ديال الخردل او لا موطارد، وغادي نديرو مايونيز تقريبا درت واحد 4 د المعالق كبار. كنت درت تقريبا 3 في الاول وزدت من بعد. وهنا غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الخل اللي كيعطيه لهاد الصلصه واحد المذاق زوين بزاف. صافي وهنا كيف قلت لكم انا زدت من بعد الكيتشوب. صافي والصلصه ديالنا ها هي واجده. ودابا غادي نعمرو الخبيز ديالنا. غادي نحل معكم الخبيز وغادي تشوفوه بعدا كيفاش كيجي. ها نتوما من الداخل شوفوا كيفاش كيجي. هنا من بعد ما خليته حتى برد على خاطرهم، ضروري تخليوه يبرد. ها نتوما شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي. كيجي بحال القطن، كيجي خفيف خفيف وكيجي مهوي. وهنايا غادي ندهنو بالصلصه. غادي ندهنو جيدا بهاد الصلصه وغادي نفرشو هكا وريقات ديال الخس. وغادي نديرو البصيله. وبالنسبه لهاد البصيله الا كنتو كتبغيوها مشحره ديروها مشحره، بغيتوها بهاد الطريقه ديروها بهاد الطريقه. انا كنفضلها هكا خضره، كتواتى بزاف مع الخس مع مطيشه ومع الكفته. النكهه ديالها وهي خضره. صافي ودرت بحال هكا مطيشه من الفوق ودرت الكفيته. وفي الاخير غندير هاد الجبن ديال الساندويتش وكنزيدو الصلصه هكا من الفوق.
وكيجي بحال هكا الساندويتش ديالنا لنا كيجي رائع وكيجي لذيذ. غادي نكمل بحال هكا الخبيز ديالي كامل، وهنا كاينه الخبيزات اللي ما غنديرش فيهم مطيشه حسب الرغبه ديال الوليدات، كاين اللي ما كيبغيش فيهم مطيشه. المهم الحشوه كتبقى اختياريه، كل واحد كيدير الحشوه اللي كتعجبو. وكيجيو لي ساندويتش ديالنا على هاد الشكل من بعد ما كنساليو، كيجيو غاية في الروعة. جربوهم بهاد الخبيز وبهاد الكفتة اللي شاركت معاكم، راهم كيجيو لذاذ لذاذ بزاف. راه الا جربتوهم انا متأكدة غادي تحماقوا عليهم كما حماقوا عليهم ولادي، كيجيو بنان بزاف. وصفة رائعة كتستحق التجربة. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، بارطاجيو فيديو مع احبابكم مع عائلاتكم مع صحابكم، هكا كتدعموني وكنزيد نبارطاجي معكم الوصفات ديالي. شكرا لكم على المتابعة، نتلاقاو في فيديو قادم ووصفة قادمة ان شاء الله. بسلام عليكم.